أنا أروي لكم قصة نقلت بالعسكرية من بغداد إلى الجبهة لما كانت الحرب ويا أم المعارك. يعني والله الأخوة الشيعة اللي يقولون عليهم هسه عينه من الإيرانيين كانوا يصبون المي فوق راسي، والله يغسلون يعني ملابسي، والله محترميني أجل الاحترام. مع العلم أني يعني رحت عليهم بوقت متأخر يعني، وبالانسحاب أيام أم المعارك اللي نقول عليهم المعارك، والله بالانسحاب جابوني وبيتوني ببيوتهم اللي نقول عليهم هذول. هاي محافظة الناصرية يعني مدينة الناصرية، والله في حفر الباطن، والله أجلوني أحسن أجل. أنا أشكر القوات الأمنية وعلى رأسهم الأخ علي غيدان قائد القوة البرية، يعني آسف يعني شديد الاعتذار يعني، وأشكر المراتب وأعزي الشهداء اللي ماتوا في محافظة الأنبار، وأتمنى لهم الموفقية، وأتمنى لهم إن شاء الله جنات الخلود. أنا اللي أمامكم أستاذ بالجامعة، أيضا انضربت ويا من طلعت من الجامعة قبل يوم 18/12، وهاي هل يشوفون إصاباتي بيه، لكن والله أقسم لك بالله العظيم مش حمل السلاح غير تنظيم القاعدة، واللي تنظيم القاعدة اللي ثاروا قبل 2006، واللي قضت عليهم هاي الشباب اللي أمامكم، هاي الشباب ود البدندن اللي قضوا عليهم بعد أن رادوا يلبسون نشالات النسوان.